روسيا عايزة تهاجم دول البلطيق علشان تستفيد من الوضع في أوكرانيا. عارف الكلام ده شكله عنوان مجنون، بس ده بالضبط اللي يبين إنه بيحصل. خليني أشرح لك. في آخر اللي وقفنا عنده امبارح كنا عارفين إنه مدير CIA جون راتكليف سافر موسكو عشان اجتماع على مستوى عالي مع حد بخصوص حاجة معينة. بالنظر للأدلة اللي عندنا وحقيقة إن ده كان رئيس مخابرات مش دبلوماسي، والسوابق التاريخية لمدير CIA بتاع بايدن اللي عمل رحلة مشابهة في نوفمبر 2021، أنا قلت إن التفسير الأكثر احتمالاً هو إن المسؤولين الغربيين اكتشفوا نوعاً من المؤامرة الروسية للهجوم على دولة من دول الناتو. راتكليف راح موسكو علشان يقول للكرملين إنه الغرب عارف بالخطة وهيفضحها لو روسيا بدأت تتحرك في الاتجاه ده. بعد كام ساعة كذا وسيلة إعلامية نقلت عن مصادر مطلعة على الاجتماع وقالوا إنه ده بالضبط اللي حصل. دلوقتي عايز أوقف هنا ثانية. ده شكله كأنه فرصة ليا إني أحتفل بنفسي، لأني توقعت بالضبط اللي كان بيحصل ورا الكواليس. مع ذلك أنا مش شايف إن ده حاجة أحتفل بيها، ومش بس علشان ده خطوة تانية ناحية عالم أنا مش عايز أعيش فيه. بالعكس، التوقع ده ما كانش جريء قوي. أيوة، واحدة من أهم الأفكار اللي ممكن تكون طلعتها من ال4 سنين اللي قضيناهم مع بعض هي دي: الأسئلة المثيرة في العلاقات الدولية غالباً ما بيكونش ليها إجابات قابلة للحسم، وأي حد بيحاول يقول لك غير كده يا إما بيضحك على نفسه يا إما بيضحك عليك. والموضوع مش لأننا أغبيان وإحنا قاعدين ورا الكيبورد، دي مشكلة هيكلية. لو كنا عارفين إجابات الأسئلة دي أكيد صناع القرار كانوا هيعرفوا إجابات الأسئلة دي، وبالتالي عمرنا ما كنا هنوصل لنقطة إن الأسئلة دي تبقى جزء من الحوار العام. وده بالضبط لأن صناع القرار كانوا هيتعاملوا مع المشكلة من الأول. ومن المفارقات إن مهمة سرية لرئيس جهاز مخابرات لموسكو ما كانتش من النوع ده. في حاجات معينة بس اللي ينفع رئيس CIA يعملها هناك، ولو كنت متابع التسريبات الاستخباراتية في الأسابيع اللي فاتت ما كانش صعب تجمع الصورة كاملة. أنا شايف إنه ملفت إزاي الإنترنت كله كان بيتعامل مع الرحلة دي كأنها لغز كبير، أو الأسوأ إن راتكليف كان هناك عشان يتفاوض على اتفاق مولوتوف ريبنتروب 2.0. المفاجئ بجد لما الإنترنت يسيب نفسه لنظريات المؤامرة اللي ملهاش أساس بيضيع وقت الناس كلها في نقاشات ملهاش أي لازمة. أكيد شكلي كده بحتفل بنفسي دلوقتي، بس في نقطة مهمة أنا ملهاش علاقة خالص بأنانية أو غروري الشخصي. خلي الفكرة دي معاك شوية وإحنا بنفتح الجريدة ونعرف تفاصيل أكتر عن الاجتماع. لا، في الحقيقة لسه ما عندناش تفاصيل كتير هنا. هشرح النقطة دي كمان بعد شوية. لكن التقارير من كل وكالات الأنباء الكبيرة في الوقت ده بتقول ببساطة إن راتكليف راح موسكو علشان يحذر الكرملين من اتخاذ إجراءات استفزازية، واللي المخابرات الغربية عرفت إن الروس ممكن ينفذوها قريب. لسه ما فيش تفاصيل عن إيه هي الإجراءات الاستفزازية دي، وبرضه ما فيش تفاصيل عن إيه اللي كان راتكليف بيطلع لاتفي عليه وهو كان هناك يوم الاثنين. المعلومة التانية الوحيدة هي إن راتكليف كان عنده مهمة جانبية إنه يبلغ روسيا تبطل تساعد إيران، واللي لو هنتكلم بصراحة هنا كان ممكن تبقى رسالة على الإيميل والكرملين تجاهلها فوراً. سواء الكرملين تجاهل الجزء الأول ولا لأ ده لسه هنشوفه. بس دلوقتي بعد ما تأكدنا إنه ده كان الموضوع الرئيسي للاجتماع يبقى يستاهل نناقش الملامح العامة لخطة الكرملين، وإذا كان فيه أي أمل إنها تنجح، وكمان إزاي الناتو بيحاول يعطلها. إحنا تكلمنا قبل كده عن هيكل خطة الكرملين يعمل تصرف استفزازي ضد دولة من دول الناتو ويخلق أزمة دبلوماسية، ويستغل ده عشان يخلقوا حالة التفاف وطني، وبعدين يوجه الطاقة الوطنية دي لتأمين الدعم لتعبئة واسعة النطاق. في الحقيقة الجزء الأول من الخطة دي مش جديد، بقاله تقريبا سنة من ساعة ما روسيا بدأت حملة حزن ضد دول الناتو، وده بيشمل بس مش مقتصر على كده إن الطيارات الروسية من غير طيار بتلاقي طريقها بالصدفة لبولندا، والطيارات الروسية من غير طيار برضو بتلاقي طريقها بالصدفة لرومانيا، وطيارات أوكرانية اتعرضت للتشويش من غير طيار بتلاقي طريقها بالصدفة للأتيفيا، وعاملين فضيحة كفاية تخلي رئيس وزرائهم يستقيل، وطائرات روسية بتعدي بالصدفة على المجال الجوي الإستوني، ومتفجرات من مصدر مجهول تماما بتلاقي طريقها بالصدفة لأرضية مطار ألماني. وكمان
خلال السنة اللي فاتت شفنا رد فعل هادي نسبياً من الناتو. كان في شوية مشاورات بموجب المادة الرابعة في بداية القصة، لكن غير كده ومع تعزيز وتنسيق إجراءات الدفاع مفيش رد فعل استباقي كبير حصل. رد فعل استباقي ممكن يبقى التناقض اللفظي المفضل الجديد بالنسبة لي. على أي حال الناتو ما عملش أكتر من كده، لأنه ده بالضبط اللي روسيا عايزاه من الموضوع ده. هما بيتسموا هجمات استفزازية لسبب هي معمولة علشان تستفز وتخلي في رد فعل. بس الرد الوحيد لحد دلوقتي هو إن الناتو بيحاول يفضل بعيد عن المشاكل. أنا استخدمت الجملة دي ما تقعش في الفخ من حوالي سنة، ولسه هي الشعار لحد النهاردة. مع ذلك إحنا بنواجه مشكلة بسيطة مع هيكل الحوافز اللي اتعمل هنا، وبدأنا نلاحظ النتائج. لو الهجوم الاستفزازي مش بيستفز الرد فعل، يبقى يمكن الهجوم مش كفاية استفزازي، وده على الأقل باين إنه الدرس اللي الكرملين بدأ يستوعبه. وعشان كده دخلنا في مرحلة تصعيد جديدة ومجهولة اللي خلت راتكليف يضطر يروح موسكو. دلوقتي إيه بالضبط مستوى التصعيد؟ ده لسه مش واضح. زي ما قلت امبارح، مجتمع الاستخبارات غالباً عنده حاجة محددة جداً في إيده، وعشان كده الموضوع بقى زيارة مش مجرد مكالمة تليفون بسيطة. السبب إنهم مخبيين التفاصيل، هو نفس التوازن اللي كان زيلينسكي بيواجهه قبل الغزو. لو الكل بدأ يهلع قبل ما المشكلة تبدأ فعلاً، يبقى أنت كده فعلياً سلمت عدوك انتصار مجاني. مثلاً لو تقرير المخابرات المجهول بيقول إن روسيا ناوية تبعت عناصر مسلحة بزي أخضر من غير إشارات لنارفا في إستونيا، الإعلان عن كده دلوقتي هيؤدي لإخلاء نارفا بس. وممكن نوصل للنقطة دي، بس إحنا لسه ما وصلناش لها. لما الولايات المتحدة كشفت خطط الغزو من 5 سنين، كان فيه فجوة لمدة أسبوعين بين الاجتماع الخاص في موسكو وبعض تقارير المخابرات اللي تم رفع السرية عنها ودخلت المجال العام. استغرق حوالي شهر قبل ما يتحول لحملة إعلامية منظمة. فممكن نبدأ نعرف أكثر عن الموضوع ده في سبتمبر، أو يمكن المرة دي روسيا تاخد التحذير على محمل الجد وتلغي الخطة. وأقصى حاجة هنسمع عن الموضوع ده بعد شهرين في صورة تحقيق في الواشنطن بوست. محدش هيقدره عن اللي كنا هنتعرض له ونجونا منه بالعافية. لو كانت استراتيجية الكشف للعامة هتنجح ولا لا، ده بيعتمد جزئياً على إذا كان بوتين هيعرف يوازن سياسياً قدام جمهوره الداخلي، وده جزئياً بيعتمد على مدى تقبل الجمهور الدولي الأوسع للتحذيرات دي. في سنة 2021 إدارة بايدن كانت ناوية تكشف خطط الكرملين للغزو علشان تجمع دعم شعبي لأوكرانيا وتمنع روسيا من تنفيذ أي عمليات الراية الكاذبة. الجزء الثاني كان فعال. صعب جدا تنفذ عملية تحت راية زائفة لو الطرف الثاني أعلن عن اللي هتعمله قبل ما تعمله. وبرضه يمكن الجزء ده ما كانش ليه لازمة، خصوصاً إن اللي نفذوا العملية ما كانوش عارفين الفرق بين شريحة الموبايل ولعبة السيمز. وعلى العكس، جزء حشد الدعم لأوكرانيا ما كانش نجاحوي. القادة الأوروبيين ما رفضوش الفكرة دي بشكل جدي، لكن في نفس الوقت ما كانوش مصدقين بجد إن بوتين كان جاد في الموضوع كله. وعشان كده كان فيه دعم نظري كتير لأوكرانيا، لكن ما كانش فيه دعم عملي كبير غير لما الغزو بدأ. لو رجعنا لليوم، الوضع الحالي اتحسن في حاجات معينة، لكن في حاجات تانية بقى أسوأ. قليل جدا من القادة في أوروبا بقوا بيشكوا في جدية نوايا بوتين دلوقتي، وشفنا تغيير في موازين القوى داخل التحالف خلال ال5 سنين اللي فاتوا. الجناح الشرقي كانت بتحذر من المشاكل دي طول الوقت، لكن ما كانش فيه ناس كفاية بيسمعوهم. وبعد ما تثبت إنهم كانوا على حق، بقوا دلوقتي ليهم دور قيادي أكبر في تحديد اتجاه التحالف، أو على الأقل دور قيادي أكبر من حجمهم الحقيقي. ولو هنتكلم بتخمين شوية هنا، راتكليف ما وقفش في لاتليا بس عشان كانت هدف محتمل، هو كمان كان هناك عشان البلد بتاخد الوضع بجدية. الجانب الثاني هو إنه الرأي العام في الغرب اتجه أكثر ناحية نظريات المؤامرة خلال ال5 سنين اللي فاتوا، وده بيسيب الباب مفتوح قدام شوية مشاكل محتملة في المستقبل. المرة اللي فاتت هدف إدارة بايدن كان إنها تبلغ الأطراف الخارجية باللي هيحصل. المرة دي في نفس الجمهور العالمي، وكمان دلوقتي الجمهور الروسي المحلي. دور الجمهور العالمي هنا خصوصا في دول الناتو هو إنه يفهم إيه اللي ممكن يحصل وياخد رد فعل محسوب. الهجوم روسي حتى لو اتعمل تحت راية زائفة برضه روسي، ولازم يكون في إجراءات مضادة مناسبة ضد روسيا. وفي نفس الوقت هدف الهجوم يفضل إنه يستفز الناتو، فالدخول بسرعة في حالة تفعيل المادة 5 وقصف أي مواقع لها علاقة بالهجوم فوراً ممكن ما يكونش أحسن فكرة.
هنا بوتين بيطلع على الشاشات وبيشرح للشعب الروسي إزاي الفاشيين الغربيين هاجموا روسيا من غير أي استفزاز، ودلوقتي هو الوقت للتحرك. وعلى فكرة، احنا محتاجين نبعت أكتر منكم لأوكرانيا. أوكرانيا الأول، بعدين حنتعامل مع الناتو. وطبعا روسيا عمرها ما بتوصل للجزء ده، عشان ده هيكون فكرة سيئة. بس بوتين بياخد اللي هو عايزه لما يبعث رجالة أكتر لأوكرانيا. هو حتى مش محتاج يقول الجزء ده علناً، ممكن بس تقول إنه لازم يكون في موجة تعبئة علشان تقوي حدود روسيا الغربية، ويمكن فعلاً 30 ألف جندي يروحوا في الاتجاه ده. بس بعدين 300 ألف عندهم بوصلة مش مضبوطة ويلاقوا نفسهم في أوكرانيا. أوبس. على الساحة الدولية، الناتو يقدر يواجه ده عن طريق تنسيق الرد مسبقاً. يمكن فعلاً. المادة 5 تتفاعل. بس بعد كده الإجراءات اللازمة لاستعادة الأمن لمنطقة شمال الأطلسي هي إنهم يدوا كل صواريخ أتاكمز اللي فاضلة في المخزون لأوكرانيا. لو ناتو مش بيخلق جبهة جديدة، هيبقى أصعب بكتير على بوتين إنه يقول إنه التعبئة ضرورية. وبرضو على الساحة الدولية مهم إنه دول زي الصين والهند يكونوا على علم بالموقف. الاتنين لسه بيستمتعوا بكسب فلوس كتير وهم بيتفرجوا على الحرب من بعيد، ومع ذلك ولا واحدة فيهم متحمسة قوي لاحتمالية حرب كبرى بين أوروبا وروسيا. في الحقيقة مش هيقدروا يحققوا أرباح كبيرة من الحرب بعد كده، لأن في اللحظة دي أوروبا هتمنع كل النفط الروسي من الخروج من موانئ الاتحاد الروسي. أنا أظن أن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية دلوقتي بيبلغوا نظرائهم في البلدين دول عن الوضع، حتى لو احنا مش بنسمع عن ده، عشان ما فيش زيارات رفيعة المستوى بتحصل لأي واحدة فيهم. على الهامش، هي هتزور الولايات المتحدة الشهر الجاي. وبعدين نيجي للجمهور الروسي المحلي، هم كمان محتاجين يعرفوا اللي بيحصل قبلها عشان في مصلحة مشتركة بينهم وبين الغرب. بوتين بيستخدمكم عشان يهاجمنا، وإحنا بنقصد بيستخدمكم بالمعنيين للكلمة. فقاوموا التعبئة، سيبوا البلد، اعملوا ثورة، أي حاجة، بس ما تلعبوش لعبته. الحركة هنا إن الكرملين مسيطر على الإعلام المحلي في روسيا. هي مش بالسوء اللي في دول زي كوريا الشمالية، بس الحكومة تقدر تتحكم في الرواية. التغلب على المشكلة دي محتاج إن الموضوع يبقى خبر عالمي عشان يقدر يخترق جدار الإعلام الروسي وينتشر في المجتمع كله. تقدر تشوف إزاي نظريات المؤامرة بتسبب مشاكل في كل حاجة. في القائمة دي لو جزء كبير من الناس اعتبر تقرير المخابرات الأمريكية ملوش معنى، حتى لما وكالات المخابرات الأوروبية بتأكد أجزاء منه، ساعتها القصة بتدفن. الموضوع ما بينتشرش في المجتمع الروسي، الردع بيضيع. الهجوم فعلا بيحصل، وموجة نظريات المؤامرة بتكبر أكتر. وفي الاتجاه العكسي، في ناس بتنادي بإجراءات مضادة أقوى، وفي الآخر ده بيخدم مصلحة الكرملين. دي أسوأ أزمة أمنية الغرب واجهها من بعد نهاية الحرب الباردة. دي بتتخطى كل اللي حصل في عهد إدارة بوش، لأن قوة الخصم نووية والهدف هو التحالف كله. ده بيحصل في ظل بيئة أمنية أصلاً متوترة بسبب أوكرانيا، والتحالف قدامه أسابيع بس أو يمكن كام شهر عشان يحل الموضوع. وفي نفس الوقت لو عندك سؤال حابب تعرف إجابته، تقدر تسأله على Geopolitics Helpline. في أرشيف كامل لمحتوى هنا من قناة التانية. ولو عجبك فيديو النهاردة ياريت تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واشوفك بكرة. خلي بالك من نفسك.